الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى تحدثت معكم في الحلقة القادمة عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي فتحت له السماء حين قال الصحابي هذه الكلمة من تلقاء نفسه، حيث قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وبلين إسلام إن شاء الله تعالى سجنتا أما ندور دبرت كيستي واي حديث كانت وجهها سيني جودا حديث صحابان جولين كوني إيجا صلاة هدأت بودا خدا بريدو في الراخاسي إني خدت ترغرتي وجهها سيني تري جودا خدان سني الله أكبر كبيرا ربي قدته قدنا إسام ملي والحمد لله كثيرا فارون هد من رحماني بتاته وسبحان الله بكرة وأصيلا قنما قلقل اللي كل ما ربي فاتات جيت شد صحابان كن دوبا حديثك نرى فايدة هدو تجر جنة وجهها سيني سنر فايدة حديثك أنا أنك سده وجلال لي تري شد سقنتا دبرت كيست. رابعا الفائدة التي تؤخذ من هذا الحديث فائدة نفرف فاداك حديثك نرى فودمتو. هذا الصحابي اجتهد من تلقاء نفسه وقال هذا الدعاء وجهر به. قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه وأثنى على دعائه. دوبا فائدة نفرفات أسر فودمتو صحابتي تكوني خداتنا وسو إرقام ربي عليه الصلاة والسلام اتنهمين إفو مرة خاسي خدتشو إسات. دوبا إرقام ربي عليه الصلاة والسلام دلقا صحابتي تكنا دينك صفتيتي فارسي جودا دعائي ساتنا اللي أكام فارس إرقام ربي عليه الصلاة والسلام هو كان جن فهل يشرع لنا أن نخترع أدعية من تلقاء أنفسنا فنقولها بدلا من تلك المشروع في الصلاة مثلا. إرقا كانت تاتمين تهو خدا إفرافوني إرقا صلاة هدة بودا صلاة بودان خرطمت دعائي استفتاح جمت دعائي بنينس صلاة تجمت تنا إفرا خافنين تهو جتشوني دندين ناهي وانجا وقافين صحابتي تكون إفرا خاسي خراتنا خرات أتش درات خرانتني حديثا بوتين جرتو يجور إرقام ربي همين جرون كلا لكي جتشون لأن الله تعالى أنطق ذلك الرجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع لنا والعلم عند الله. ربي فديساتيني صحابتي تكنا دبس ودو إرقام ربي عليه الصلاة والسلام بكسان جرو جتشو إف كيسة تنجني أما صحابتي تكوني جتشكنا والفوري جتشو ربي مال اتفاده وان خراتنا أكن هنداو خراتاتو اتفاديت رب العالمين صحابتي تكنا بك إرقام ربي جرت عليه الصلاة والسلام دبسي إرقهيدا نبودا خراتنا خراتشو أكا خران وتايسي جتشو
دوبا إن شاء الله تعالى وديننا قد كمل أمانتين تنيتوني قوتم تجرتي يجود قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وسو إرقما ربي هندوين هندورتي نقاب رحمن ربي سان رتي هاجرات وإرقما ربي رتي لقوله تعالى يتربي أولانيتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ربي ما جاء آية كان كيست اليوم أكملت لكم دينكم جاء الراجرون محمد الرت دين كيسان كان إسنيف قوني جراج رب العالمين وأتممت عليكم نعمتي نعماك يلي كانيتي يلي إسن رت أردنقلاسي جرا ورضيت لكم الإسلام دينا أمنتي إسلاماتنا كراجر وجرين كيساني تاسفت جوس إسني جالت دي جراج إجت ربي سبحانه وتعالى قرآن كان كيست كناف بلين إسلاما إن شاء الله تعالى نتوان نمان تكوان نهارية في الني صلاة بودان جتشودان دي ننجرتو يجود أكا صحابة جساني حديث كان روان نفود أمكانا خرابرات وقد قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه إرقام ربي أكنا جيتوري صلوا كما رأيتموني أصلي أكما أنا صلاة وقرتنتي صلاة جاء نبي على ما عليه الصلاة والسلام كان وبلين إسلاما إن شاء الله تعالى والنور رابر بعد ممال دوبا وانو إرقام ربي عليه الصلاة والسلام كراتاجس خجروا إسارة صحابان دليدي نبي ربي عليه الصلاة والسلام الرجالة سنما قل لي دلقوا تنور رأيك ما جتشورا إن شاء الله تعالى ليس عندنا والنبي ليس عندنا لكي يؤيدنا أو يقومنا أما جروت يرو أما جروتنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام نكيس جراته وان نتدل إنه كان نوفي يسون دندو ولو فتح هذا الباب ودو كران كوني غرتي كبنا متاتي يجودا إن شاء الله تعالى خران سلا إرقام ربي عليه الصلاة والسلام اتين صلاة ودا وكانوا اتين صلاة إنه خران وقوده خهنجر تهاجتشو ولهذا ينبغي لنا أن نقول في الصلاة ألا نقول في الصلاة إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم كنافون الراوان برباد مالي صلاة كيست وانم إرقام ربي عليه الصلاة والسلام خران وقوده نلت وان براجة نرام برباد ميجو خامسا شنفا حديث كان الراوان فودمو حديث عبد الله بن عمر كان ربي سر جالة مالي حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على العمل بهذا الحديث وبأوامر النبي صلى الله عليه وسلم عموما عبد الله بن عمر كوني بلولا إنك أبو يجودا حديث إرقام ربي رد لقو كيست يجودا حديث كان الرأي قال لي حديث برو كيست اللي يجودا حيث قال وجوجه وجهه إن شاء الله تعالى في آخر حديثه فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أني تكا إرقام ربي عليه الصلاة والسلام أكس يبودا صلاتك يرقى هدد بودا خراتنا خرات دماليه اللك في نيجي يجتو اللي ورا كسي ربنا هاتايسو حديث إرقام ربي توكو قودا جيني قرر كنام فوني غنك وصون تاني أكما صحابان إرقام ربي عليه الصلاة والسلام وان دقا ينسان اتدلقو تقرتي ببانت نولي اتدلقو تنور رابر باچي ساجة إن شاء الله تعالى وتأسيا بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما تركت هذا الدعاء ما أترك هذا الدعاء إن شاء بإذن الله تعالى أكما عبد الله بن عمر إن شاء الله تعالى حديثك نقرتي هندي سجئي اتهدت اتنولي إن شاء الله تعالى اتهدت تنور رابر باتشزيت إذن ربيتين إرقادا جينجي بودت يجودا إن شاء الله تعالى إخوة الإسلام وبليان إسلاما ركوم بكي جرتو والعمل بالحديث من أفضل الوسائل لحفظه ونشره حديث إرقام ربي توكو نقيسي اتدلقون حديث سنحفظه داف هدونا مغرقارتي يجو
وننتي حديثا لغيني كان يودو بودا ديبئنا من نغافت همون دن دينيف ماليف وان لغيني كانت هندليني في جيج ربي تنو هذا ليسيس صحابان ارغما ربي رضوان الله عليهم اجمعين رسان دره ربي هاجالته وان دغيان وقسم دلغار والچني يچو وهذا لا يستغرب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا عبد الله بن عمر قل لي دامت صحابان ارغما ربي عليه الصلاه والسلام هندي ثاني بفكنا قباچو نساني وان مر ركتو متي يچو ان شاء الله كان وبليان اسلاما فهذا التابعي الجليل عون بن عبد الله رحمه الله تعالى قال هذه المقولة تابعي يتشكون اللين أكنا جيجتشو إن شاء الله تعالى عونك جاء مكوني ربي سرها جالته قال هذه المقولة جتشم عبد الله بن عمر جي كان جي مقتديا بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر كانت هدتشو لا جتشو حيث روى عون بن عبد الله عون بن عبد الله كن قوديس أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عبد الله بن عمر دقهيجي كجو كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقما ربي وجه كتين يتانيجي قياتك فقال الرجل نمتج تكوني جيجتشو وقو صلاة هدتي بودا الله أكبر كبيرا ربي قدته قدنا إسام مله والحمد لله كثيرا فارون الدور ربي فتاتي فسبحان الله بكرة وأصيلا قل كل ما ربي فاتات غنما قلقله جيجتشو رسول ربي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الكلمات إن يتجتشوتا كان جيجي رسول ربي عليه الصلاة والسلام صحابة قافت فقال الرجل أنا نمتش جتشخنا جي إرقى صلاة هدتي بودا أنا جئين جتشو إرقما ربي تن عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوب إرقما ربي نجي نقاف رحمني سرت هاجرات والذي نفسي بيده ربي لبونتي هرك إساجر تنسني غخده إني لأنظر إليها أني قم جتشكناتين كلال تهيجي تصعد حتى فتحت لها أبواب السماء كما سمي الفودم تجي جتشو هنكا هلان سمي دا يصير رابنم تتكت تجي نبي ربي عليه الصلاة والسلام ورئيس دلق ربنا هاتايش هو صلاة الرابع رسول ربي عليه الصلاة والسلام قاية جتش صحابتي تكون جيك أبدو صحابة داهم يجتشو جتش سني مالي هو صلاة الله أكبر جهدتين الرابع بود الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا جي نبي ربي سورة اتقولت ربي انجي سندقه هاسون تهاسو انو كنامي نين أرجع نبي ربي عليه الصلاة والسلام كملائكة فودني كما سميتين جهن جتكنا جتشو جالر رايتشو إن شاء الله تعالى كهولان سمي سيبنم تون أرجع جتشو جتكنا جي نبي ربي عليه الصلاة والسلام وقال عون نجي دوبة ما تركتها منذ سمعت من ابن عمر رضي الله عنهما أن اللي جتكنا كلك سنتاني جي قويا عبد الله بن عمر أكنا جير رأي قالي جتكنا أن اللي كبودا كديسو هنتاني صلاة بودا أن اللي كانوا من أكنا جوته جي جتشو ورأي تيرة ربنا هاتايس قرتني أم صحاباتنا كسين تيرة عبد الله بن عمر رسول ربي رأي قويا إرقام ربي ترى رأي قالي أني جتكنا كديسو هنتاني جي عون هو ينجر رأي تابعي دا إن أما صحابة دامت عبد الله بن عمر رأي جتكنا رأي أن اللي إرقا قرتي جتكنا عبد الله بن عمر رأي قويو توكو صلاة إرقا هيدا دبودا وقويدا دبودا جتكنا كلاكيسو هنتاني جي جتشو جتش جتش صلاة فادامت جتش هلان سمي بنمتي في سبحانه وتعالى ولا سمي تنوان سين تاتي من الرابع كون دندو يا رب جاي إن شاء الله تعالى قدني سيما لك فكاتو هل كايتانو كيست ولله لا يا رب جاي إن شاء الله تعالى هلان سميتون أكنو مكاتين بنمتو أمس وان بنمتو يفكب ديجو دلقا قبريتشات والفودما هقو دلقان قبريتشات والفودم تو خرب الرابنو جريجو
خمو دلقا سي ربي نقوم فين اتشوفهم تجري ربي ورهلان سن اتشوفهم تربي نتايسين دلقا صحابتي تشكنا ربي جتشكنا جالت شورافي الرابن يجورا إن شاء الله تعالى تكرر من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مقولته حينما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية يعني في كتابة الوصية عبد الله بن عمر جتشوتا كان ندير دي بسجي قياتو قص نبي ربي عليه الصلاة والسلام دام سيو اسم برا جراتي إف برام بلشنا كتابة جتجو إرقام ربي عليه الصلاة والسلام إرقا دبرس ملاي نما يوكا سبرا جراتوتات أمانا نما سبرا يوكا جراتوتات لكينا من سر راقابا يوكا جراتوتات رسول عليه الصلاة والسلام أكوان سن قلمي سيتي كيسو يو أتي دوتي قلمي سن فودي ورقان كيدو بيسي وان سن سر أكا كفلو إرقام ربي عليه الصلاة والسلام نما حمل چيسو ترانية چونقاف رحمن نسان رت هاجراتو حيث روى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إرقام ربي نجي ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا وصيته عنده مكتوبة نما إسلاماتك فكان هكذا قد موجي هل كان سدي يقول دامسي كبير يو كبير جراتات وصوهن كتم نبير دبرون حق إساهن تاتو جي إرقام ربي عليه الصلاة والسلام مش رأي إسلامات ناكت نما يدلال نم توكو سلا دين نما كان رني جرتي جي نم نغافتشون برباچي سو يچ يو وان سبير جرو قلمي تنتيك أبته كوني اعتناء يچو إف إيغو أنين دعا إف بيسيسو يو أندو إيوان كان غرتي نم نرها كفلو يچو إف بچيسو دو أنو تفدوبت دربيني أكوان دونت جران نخانا يچ هل كسده يقول علمي نماتوكو دام سيوك أباد دام سسن وصون قلمي سنه بلا دبرون انتاتو جيجت نبي ربي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي أنا هل كتوكو دامسكي نبغرتي وزو دامسكي قلمي سنه بلا دبرين بيكو جي قويا جيتشسن إرقام ربي ترى نقه الرأي قالي رسول الله قال كسده ميهومي إني أن هلكن أمان توكو خرين قلمي سنه كان بلا دبرو هنتاني جيجت إن شاء الله تعالى أكنت صحابان إرقام ربي عليه الصلاة والسلام وان بوا إساني كبو بوا كبيسة هندا هقو إرقام ربي ترى نقيان قرآن نقياني بلا دبراني قيوم سن الرادة لغاتي جيراني يجو ورد لغاتي جرم نهاتايسو إرهدون كين حديثة كم دقين ينجون نمني حديث نكون قرر إيسا انجر ريان بخاجر انجر يجو نمو غري كاره بيكو جرا غري مو دقائي قرر آقاب وان كان هندا يجو أمو دقين يتو مبير دبرو ملي دلغات بخاجر رغاي إن شاء الله تعالى رب مبيك يجو رب إنو حقا جلجو تكرر هذا الشعار من أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها حين سمعت ثواب من صلى 12 ركعة من غير الفريضة أكسم أم حبيبة جانين إن شاء الله تعالى هذا من إرقام ربي تربي سرها جالته إسلين فضلي ركعة كل ألم هل كان يبقى كيست صلاة كفردين تهين إرقام ربي ترى رجيسه وأكدت التزامها جد إرقام ربي ترى رجي فضلي ركعة كل ألم صلاة قبض سنة إف كبسيسة تكا كديسو هنتاني جت يجو إسين تنمى أفراد رافين جن وأعلنت ذلك ترغيبا للناس للاقتداء بها والنسي وان كان جتف همنا دافي من ربي سرها جالته أكنمني اتهدتو في ربي ورتيرة نهاتايس ورغرتي يتكنت رب نهاتايس دوبا وقد اقتدى بها 3 ممن روى حديثها رضي الله عنها نمسدي نمني حديث إسي كان إرادة إسي إرادة كإسي تهدتان تهنجت شو أمس حديث إسي أكنجا إن شاء الله تعالى فعن نعمان بن سالم عن عمر بن أوس قال حدثني عنبسة ابن أبي سفيان
إن شاء الله تعالى في مرضه الذي مات فيه بحديث يستار إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة أكن يتيجو إرجما ربي تندق هجت رجاء رحمن سيرت هاجراته أكن جو نمني هل كني في قيا كيستي فردي ملي كفردين تهين ركعة كل صلاة رب العالمين سببا إني ركعة كل سن صلاتوتين جنة كيستي من إساجارا أجيجت نبي ربي عليه الصلاة والسلام قالت أم حبيبة نكجت فما تركتهن منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم دوبا الركعة كل سن صلاة مليه ديفني إرجع ما ربي ترى هنا قاف رحمن سرت هاجرات وجد ركعان كل أفران ظهري دورا إن شاء الله تعالى لما عشاء بودا لمس مغرب بودا إن شاء الله تعالى لما أمس صبحي دورا يجو ركعان تنا إن شاء الله تعالى خلق سهنتاني جت يجو إن شاء الله تعالى ربي وريت مدلق ربنا هاتايسو ركعة كل لمن تنا إن شاء الله تعالى نمني إسي صلاة جتشورا كفر دين تهين رب جنتك يستي من إساجار ماله هنتاني جتشو كنا جو كنا إرجع جايبودا أن تكارا كآسن كل لمن صلاة ماله كبيرة دبرو هنتاني جتشورا إن شاء الله تعالى أم حبيبا ربي سرها جالته دوبا إن شاء الله تعالى وقال نعمان بن سالم اللي أكنجي ما تركتهن منذ سمعتهن من ابن أوس نيجي أن اللي ابن أوس الرائر حديث سندقي ركعة سنكريس هنتانيجي وهذا عنبسة ابن أبي سفيان أخو أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنبسان كني أبليس أم حبيبة تنات أم حبيبة تنجارتي إرقام ربي عليه الصلاة والسلام تحسر وتندم عند الموت جي أنبسان كن نشين ويجي هو قودوت إسات رفت نشين ويجي أنه لم يتمسك بأحد فضائل الأعمال التي التزمت بها أخته وجي حديث قاري أبوليتين إسا تهار أمانا إرقام ربي تات إفك أبسيستي اتدلقوا أبو إساتي في شين ويجي أخته أم حبيبة رضي الله عنها حيث روى حسان بن عطية هو حديث كان أوديس حسان بن عطية نمنجان قال نجي لما نزل عن بسة ابن أبي سفيان الموت هو عن بسة ابن أبا سفيان كانت تدوتي نفتجي اشتد جزعه جي عن بسان كوني نجين كتجي هدو هو دوتي ست نفتجي إن شاء الله تعالى فقيل له إساني جامعي إن شاء الله تعالى ما هذا الجزع يا بوسا عبادة لينو مقابدا ما فكرت تجنك التاج أنيت وريرو سنبرجرو يجو قافة يجو قال نجي إني سمعت أم حبيبة أني أم حبيبة كايسين كرجتون دقيجي يعني أخته وبلتي ساباني تقول كجتون دقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقم الرب نجي ظهري دور صلاة وأربعا بعدها ركعة أفر أمس إيقا ظهر الرابين من صلاته حرم الله لحمه على النار ربي فون سايب الدرت حرام قد إرقما ربي جتة أبليتين تياتوني كهازو تندقي حديثة كانت دلقون أبوك يتو أما نشين الساج جتش ربي ورد دلق ربنا هاتاش يا أبليت سوي ربين كنا مالا فيسي وني دلقني عذابك نطور آبائنا انتان سبلو لال ركع ما أفر ظهري دورا صلاة ركعة أفر ظهري بودي وصلاة ربي إن كان مكان كي بدرت حرام قد جاء نبي ربي عليه الصلاة والسلام ورتيفة ربنا هاتايسو كناف بليان إسلاما إن شاء الله تعالى دوبا فما تركتهن منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبليتين تيجا كان يتون دقهجي قياتك إرجع كان إرجع ما ربي ترى عليه الصلاة والسلام ركعة أفر ظهري دورا
ركعة أفر ظهري بودا صلاته هنديفني خجتون دقي فهو يتحسر ويتندم أنه لم يفعل ما فعلته أخته أم حبيبة إني كان في شيء وانو بوليتني ساتني دليده هندلقيني تناف شيء يجي يجتشنا إن شاء الله تعالى ربي ورقرته وقوشنا وانا ما نقول شيء ورب نتايسني إن شاء الله تعالى وروان نجهتي دلق رب نهاتايسو حلقان تيجي تارا إن شاء الله تعالى أسرتك بابتي ساون قرتي صلاة وان جيسف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بوسين داكم لما في